من فترة، في ظل الحالة الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد، بدأ الإعلام المصري ينصح الناس وينصحنا إن احنا ناكل رجول فراخ. وبدأوا يمدحوا فيها قد إيه هي مغذية ومفيدة وصحية. لا، قلنا عيب، ما يصحش. وبالفعل بدأت الناس تاكل رجول فراخ بسبب غلاء المعيشة. وبدأت قنوات تطلع تقدم وصفات وطرق وأطباق جديدة عن رجول الفراخ. وبعد غلاء اللحمة وصلها 250 و300 في بعض الأماكن، طلع علينا أستاذ تامر أمين وبيسأل: هو احنا ليه ما بناكلش لحم حمير ولحم حصنة مع إن في بلاد تانية بتاكلها؟ بصراحة مش عارفة الواحد يقول إيه. طب يا أستاذ تامر أمين، لو الناس دلوقتي بدأت تاكل لحم حمير ولحم حصنة هتاكل معانا؟ أنا مش فاهمة الإعلام المصري عاوز إيه بالظبط، بيحرضوا الناس على إيه؟ ده علامة استفهام كبيرة لما يطلع الإعلام المصري ويتكلم ويسأل ويدي فرصة للناس إنها تفكر إن هي تاكل لحم حمير. ده مقصود بإيه؟